مساء الخير حبايبي، شلونكم؟ ان شاء الله تكونون بخير. وصفتنا لليوم كوبة حلب او كوبة سمن باسهل طريقة وبدون تعقيدات. خلونا نبلش بالطريقة. كوبين رز كبار مغسولين ومنقوعين، 4 أكواب مي، ملعقة أكل كركم ورشة ملح. بالبداية نتركه على نار عالية لحد ما يفور. بعدها نتركه على نار ناصية لحد ما يستوي 3/4 استواء تقريبا. بهالأثناء نطفي النار. بعدها نهرسه بهالراسة البطاطا. تلاحظون يكون اكو بيه شوية مي، هو هيجي لازم يكون حتى العجينة تكون مثالية. وللعجنة الثانية حتى نتأكد انه القوام حيكون مثالي، نحطه بمحضرة الطعام بهذا الشكل ونهرسه. إذا حسيتوا العجينة متماسكة زيادة عن اللزوم تقدرون تضيفون شوية نقط من المي. نفرغ كل كمية العجينة بطاسة كبيرة، ونكون مجهزين للحشوة لحم مفروم بالبقدونس بهاي الطريقة. على مود نشكل العجينة بطريقة ما تلزق بيها راح نحتاج كاسة بيها مي وثلج بهذا الشكل. وشوفوا قوام العجينة لازم يكون طري بهذا الشكل. للتشكيل نحط شوية مي بإيدنا وناخذ قطعة من العجينة بهذا الشكل، نعجنها شوية بالإيد ونكورها. نفتحها بأصابعنا بهذا الشكل لحد ما نوصل لسمك العجينة المثالي اللي نريده. نحط الحشوة بداخل العجينة بهذا الشكل. بعدها نحاول نسدها على مهلنا بهذا الشكل. ونكمل تشكيلها بهذا الشكل. بعد ما نكمل كل الكمية راح نروح للطاوة ونمليها بزيت غزير بهذا الشكل. وبس يحمى الزيت كلش زين نبدي بالقلي. وبهيجي تكون صارت عندنا كبة كلش مقرمشة وبدون تعقيدات. سمعوني الصوت. أتمنى تجربون الوصفة وتقولوا لي رأيكم. أشوفكم فيديو جديد ووصفة جديدة. مع السلامة.